السلام عليكم ورحمة الله، يا رب يديم عليكم الصبر والستر والصحة. تعالوا النهاردة هنعمل جبنة حادقة أو كريمي أو موزاريلا. أي جبنة تيجي على بالنا من 2 كيلو لبن. شوف الطريقة إن شاء الله هتكون سهلة وبسيطة، وهنبدأ إن احنا نعملهم. أول حاجة بجيب 2 كيلو لبن جاموسي اللي هو عادي من عند بتاع الألبان، وبحط عليهم تقريبا أقل كمان من ربع كوباية الخل. وعندي دي نص ليمونه هبدا برضو اعصرها عليهم، علشان لو الجبنه اللي عندي ما استخدمتهاش كلها وحطيتها في الفريزر تطلع لي برضو بنفس الطعم ما تغيرش. عصره الليمونه دي بتفرق كتير، هي دي الماده الحافظه اللي بتحفظ لي الجبنه. طبعا وانا بعمل الجبنه هبدا اشكلها بقى بمزاجي، يعني اللي انا عايزاه هعمله. هوريكم الخطوات واحده واحده. هبدا بقى ان انا احطها على نار هاديه زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هي اقل عين في البوتاجاز، وههدي عليها كمان. ومش هوصل اللبن لدرجة الغليان، لا هيبقى دافي كده. وهبدأ اودي يمين وشمال، يعني اقلب كده يمين واقلب شمال زي ما انتم شايفين كده لحد ما اللبن يفصل معايا. وطبعا اللبن باخد اللي هو الجبن اللي هي المحتحته دي، الجبنه دي باخدها على جنب. والميه دي اللي هو الشرش مش برميه، بخليه بستعمله بقى في حاجات تانية كتير جدا. ممكن يعني انا عجنت بيه العجينه بتاعه البيتزا، وعملت منه الكيكه، كانت طريه وهشه وجميله قوي. ممكن نعمل منه كمان القرص اللي هي الطريه اللي هي معجوه دي. آه برضو بتبقى طريه قوي، اللي هو اللبن الشرش ده بيخلي الحاجه طريه وهشه وحلوه قوي، بيبقى عامل زي اللبن الرايب كده. فده ما نرمهوش او ما نفرطش فيه يعني. نخليه برضو نحطه في علبة او نحطه في ازازة، ونخليه في التلاجة. وقت ما نحب نعمل اي حاجة نطلعه ونعجن بيه. هصفيه كده زي ما حضراتكم شايفين كويس. وهاخد الجبنة اللي اتصفت، وهبدأ بقى كده انا عايزة اعملها جبنة كريمي. فحطيت قطعة زبدة على الحلة على النار، بس طبعا نار هادية برضو، ما بعليش النار عليها. ونزلت بالجبنة اللي هي المجبنة دي اللي انا صفيتها، وحطيتها على نار هادية مع قطعة الزبدة، مكعب زبدة صغير كده، عشان انا عايزاها جبنة كريمي. لو عايزاها جبنة موتزاريلا مش بحط مكعب الزبدة ده، وبحطها كده على النار مع شوية شرش من اللبن. حابة بقى زيادة شوية عن اللي انا حطيتهم دول. وهبدأ اقلب فيها لحد ما اكورها، واخدها كده كورة لحد ما تمط يبقى فيها مطة كده، واشيلها. دي بتبقى موزاريلا، انما انا عايزاها كده كريمي. هنا كده ممكن احط لها شوية ملح واسيبها كده خلاص، واعبيها في برطمان. انما انا عايزاها تكون زي الجبنة اللي هي الاسطنبولي الحادقة اللي احنا بنجيبها من عند بتاع اللبان ده. هوريكم بقى هوصلها للجبنة الاسطنبولي دي ازاي. طبعا بحط لها رشة ملح عشان تبقى حادقة شوية. وبعد ما باخدها كده بحطها في التلاجة لحد ما بتجمد زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما بتجمد بجيب بقى مكعب زبدة تاني وبحطه عليها، وبسيبها بره التلاجة. يعني بعد ما بتجمد كده بسيبها بره التلاجة بدرجة حرارة الغرفة. ومش بضربها بقى بالهاند بلندر عشان ما تبقاش كريمي تاني، انا عايزاها كده بس بالشوكة. ببدأ اهرسها واحدة واحدة كده مع رشة الملح. ولما بلاقيها جمدت قوي بخفها بشوية لبن لحد ما بوصل للقوام ده. انا عايزاها كده، بتبقى طعمها جميلة جدا وروعة. بستخدمها بقى في حشوات البيتزا، بنفطر بيها الصبح في سندوتشات، بتبقى تحفة وجميلة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اضغطوا بقى لايك وشير واشتركوا في القناة. يا رب الفيديو يكون عجبكم.